اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا وإليك احتكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وأسوتنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغر عليه في النجوم خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع ملته إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أعظم القربات إلى الله تعالى وأجل العبادات وأشرف المنازل لدى الله سبحانه وتعالى محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة تقال باللسان ولا شعارا يرفع في المناسبات، وإنما هي إيمان صادقة واتباع في العمل وطاعة في السلوك وتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته وأحرص الناس بالأمة وأحرص الناس على هدايتها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان يدعو لأمته ويشفق عليها ويتحمل المشاق، وكان يتحمل المشاق ويتعب لهدايتهم. قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكيف لا نحب الله وقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية، ومن الفقر إلى الغنى، ومن التخلف إلى التقدم، ومن التأخر إلى التقدم. فالله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور ويهدينا إلى صراط الله المستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مقدمة على محبة النفس والأولاد والولد والوالد والمال والنفس والناس أجمعين. فالمحبة قد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته أروع الأمثلة في المحبة. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يحب النبي حبا عظيما ويبذل نفسه وماله من أجله. وكان الصحابي الجليل زيد بن دثنة لما أراد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو سفيان: أتحب أن محمدا مكانك الآن وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا يشاك بشوكه وأنا بين أهلي. هذا هي المحبة، وهذه هي المحبة الحقيقة، محبة تجعل الإنسان يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. إن من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرأف الناس على أمته، وكان يشق عليه ضلالة الأمة، حتى كان يشق عليه ضلالة أبو لهب وأبو جهل. فكان الله سبحانه وتعالى يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمحبة الله سبحانه وتعالى هو مفتاح للخيرات. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح للغنى، مفتاح للهداية، مفتاح للتوفيق، مفتاح لكل خير، مفتاح للتمسك على الطريقة الصحيحة الذي يريد الله سبحانه وتعالى من أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من محبته لأمته كان لا يرى خيرا إلا دل أمته عليه، ولا يرى شرا إلا حذر أمته منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، بين كل الخيرات وبين كل الشر والضلالات، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيد عنها إلا هالك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين شرع الله سبحانه وتعالى، فالخير كل الخير الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. فالناس على طبقات في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يطري في محبته حيث حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد وأشفق علينا مما نشفق على أولادنا وأهلنا، فكان يأخذ بحجزنا حتى لا ندخل في المشاق ولا ندخل في المعصية ولا ندخل في الضلال، وكان يشفق على الأمة، وكان يدعى يوم القيامة شفيعا للأمة، وكان يأخذ أمته على الحوض ويشفع لهم على الصراط.
فالأمة كلها تأتي إلى الأنبياء يوم القيامة. فأول ما يأتون إليه يوم القيامة أبونا آدم عليه السلام، فكان يحولهم إلى من بعده، ويأتون إلى نوح، فالنوح يحولهم إلى الذي بعده، ويأتون إلى إبراهيم، ويأتون إلى موسى، ويأتون إلى كل الأنبياء، حتى يحول كل الأنبياء والرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، فيأتي تحت العرش شفيعا لأمته، فيقول الله عز وجل له بعدما يفتح عليه من محاميد وثناء عليه لم يكن يعرفها ولم يكن يقولها، ثم يقول له الله سبحانه وتعالى: ارفع رأسك وسأل تعطى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي ثم أمتي. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون على مقدمة الأمة كلها، فيأخذون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله أعطاه إذن الشفاعة، فالله أعطاه إذن السؤال، فالله أعطاه إذن الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع والشفيع للأمة كلها. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالأمة المحمدية خاصيتها الأولى أن نبينا صلى الله عليه وسلم شفيع للأمة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم وأوجب وأكبر ما أمرنا عليه اتباع سنته، اتباع طريقته، اتباع ما كان يفعل. فهل نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حبينا النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي كما كان يصلي، وعلينا أن نصوم كما كان يصوم، وعلينا أن ندير الأمة كما كان يدير، وعلينا أن نحج كما كان يحج، وعلينا أن نبيع ونشتري كما كان يبيع ويشتري، وعلينا أن نتزاوج كما كان يزوج ويتزوج، وعلينا أن نكون في كل سلوكياتنا وطريقاتنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان على ظهر الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو جاءنا رحمة للأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير من بعث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجميع والدين. أما بعد، فيا عباد الله، يزال خطباتنا باجرو ينبياتنا صلى الله عليه وسلم محبة من قدر دالونا نبياتنا صلى الله عليه وسلم لنيا ينبرو بوتا إنيا دمو لساتشو من مهن دالبن يمقلس ساتو بستن سفي ساعتنا سفي جزي تستو ينبياتنا صلى الله عليه وسلم إيماؤنا بوتاتشون مقلس يمياسفلق عنوان نبر. نبياتنا صلى الله عليه وسلم لنيا سلاكو تجألما ودبرهان لياوتون، كمطفو نجر ودترو نجر لياوتون، كدهنت ودا هفتنا ودا طرو نجر لياوتون، كودوالا قرنت ودفيت لياوتون،
ከማይፈለገው ወደሚፈለገው ነገር ሊያወጡን የተላኩልን ነቢያችን ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ርህሩህ ነበሩ፣ በጣም አዛኝ ነበሩ፣ በጣም ለኡመቱ ቦታ ያላቸው ነበሩ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንል ሐቃቸውን እንኳን መመለስ ማንችል ኡማ ነን። ሐቃቸው እኛ ላይ በጣም ሰፊ ነበር። ሐቃቸው እኛ ላይ በጣም ታስቦበት የሚሰራ ስራ ነበር። እሳቸው አንድ ነገር ኸይር የሆነውን አይቶ አውቆ አላህ ሳውቃቸው ሳይነግሩን ሳያሳውቁን መንገዱን ሳያሳዩን የተውት ጉዳይ የለም። አንድ ሽርና መጥፎ ነገር አይቶ አግኝቶ አውቆ አሳውቆን መንገድ ጥሩ አይደለም ብሎ ሳይከለክሉን የሄዱት ነገር የለም። እኛ ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ ከነፍሳችን በላይ ከልጆቻችን በላይ ከምንወደው ሁሉም በላይ ከሰው ልጅ ሁሉም በላይ እሳቸውን እንድንወድ እንድናከብራቸውና እንድንከተላቸው አላህ ያዘዘን እሳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ የገለጹ አንዳችሁ ሙእሚን ሊባል አይችልም ከራሰው በላይ ከልጁ በላይ ከአባቱ እናቱ በላይ ከገንዘቡ በላይ ከሀብቱ በላይ ከሁሉም ሰው ልጅ በላይ እኔን አስቀድሞኝ እስኪወደኝ ድረስ ኢማን አግኝቷል አይባልም ብሎ የገለጹት። ለምን ለቀድ ጃአኩም ረሱሉን ሚን አንፉሲኩም እንደኛው ናቸው ሰው ናቸውና በጣም ክብር ያላቸው አላህ ሲያከብራቸው ራሱን ማህሙድ አድርጎ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ ያደረገ አላህ በጣም ሲያከብራቸው ሐታ አዛን ላይ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ተብሎ ሲያልቅ አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ በቀን 5 ስማቸው እንዲጠራ ያደረገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ጠቢዓ እንዳላቸው በቁርአን የገለጸልን ዐዚዙን ዐለይሂ ማ ዐኒቱም ስትቸገሩ በጣም የሚጨነቅ ነቢይ ናቸው ብሎ የገለጸልን ረኡፉን በጣም ለእናንተ የሚያስብ ነቢይ ናቸው ብሎ አላህ የገለጸልን እንዲህ አይነት ነቢይ ነው ያለን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዱንያ ላይ ያሉ ለኛ መንገድ ያሳዩን የነበሩ የውመል ቂያማ ቀድሞን ሐውድ ላይ የሚጠብቁን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራጥ ላይ ቀድሞን የሚጠብቁን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁሉም በላይ ኡማው ከነቢዩላህ አደም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ኡማ እስከ ነቢይ ሙሐመድ ኡማው ተሰብስቦ ለሽምግልና ለአላህ የሚላክ ነቢይና መልእክተኛ ሲፈልጉ ሁሉም መልእክተኛና አንቢያዎች ያስተላለፉ ወደ ነቢያችን ሲደርስ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነ ለሃ የሚሉ ነቢያችን ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኔ ነው ለሽምግልና የሚቆመው እኔ ነው ይሄ ፀሐይ ውስጥ ህዝቡ እንዳይቆም አላህ ዘንድ እጄ ለምኜ ሁሉም ወደ ሒሳብ እንዲሄድ የሚያስደርገው ብሎ እኔን ብሎ ተሸክሞ የሚሄዱ ነቢያችን ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ አላህ ዘንድ ይሄዱና ሱጁድ ይወርዳሉ። ሱጁድ ሲወርዱ በጣም ያልነበረ አስካሪና ዱዓ አላህ ከፍቶላቸው በዛ ሲዘክሩና እሱን ስለምኑ አላህ ምን ይላቸዋል? እርፈዕ ረእሰክ ይላቸዋል። ከፍ በላሁን ከሱጁድ ተነስ ይላል። እስአል ቱዕጣ ምትፈልገው ሁሉን ይሰጣልና ለምን ጠይቀኝ ብሎ አላህ ይፈቅድላቸዋል። መን ዘ ለዚ የሽፈዑ ዐንደሁ ኢላ ቢኢዝኒ አላህ ሸፍዓን ሲፈቅድላቸው መጀመሪያ የሚሉት ኡመቲ ኡመቲ የኔ ኡማው ብሎ መለመን ይጀምራሉ። እንዲህ አይነት ነቢይ አላህ ሰጥቶን አልሐምዱሊላህ ተከትለናቸው እሳቸው ያሳዩን መንገድ ተከትለን ሰርተንበት ሂደን የእሳቸው ሸፍዓና ሐውዳቸውን በእጃቸው አላህ የሚያጠጣን እንድንሆን ዱንያ ላይ የምናረገው ብዙ ነገራቶች አሉ። ስንሰግድ እንደሳቸው እንዴት ሰገዱ የሚል ይጠበቅብናል። ስንዘካ ዘካው ስናወጣ እንዴት ነበረ ያወጡት ብለን መከታተል ይፈልጋል። ሐጅ ስናረግ እንዴት ነበር ሐጅ ያረጉት ብለን መከታተል ይፈልጋል። ስናገባ እንዴት ነበር ጋብቻቸው ብለን መጠየቅ ይፈልጋል። ተርቢያ ላይ እንዴት ነበር ተርቢያቸው ብለን መጠየቅ ይፈልጋል። ስንገዛ ስንሸጥ
እንዴት ነበር አገዛዛቸውና አሸጣጣቸው ብለን መከታተል ይፈልጋል። ከጎረቤታቸው ጋር እንዴት ነበሩ ብለን መከታተል ይፈልጋል። ሲወጡ ሲገቡ እንዴት ነበር መውጫቸውና መግቢያቸው ብለን መከታተል ይፈልጋል። ይሄ እሳቸውን ተከትለን ስንሄድ ብቻ ነው ሸፋዓቸውን የምናገኘው። ጣዓቱሁ ፊማ አመር እሳቸው ያዘዙትን ነገር ሙሉ በሙሉ አቤት ልቤክ ማለት ይጠበቅብናል። ወተስዲቁሁ ፊማ አኽበር ያሉትን ሁሉም ነገር እውነት ነው ብለን ስንቀበል ከልባችን ኢማንን ሳዲቅ አድርገን ከልባችን ስንከተላቸው ብቻና ብቻ ነው ሸፋዓቸውን የምናገኝ። ከሳቸው መንገድ ውጪ ሌላ መንገድ የለም ብለን ስናምን ብቻ ነው። በመሐባው ብቻ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደናቸው ስንከተላቸው ብቻ የፈለገው ነገር ብናጠፋ አላህ ሸፋዓ የሚያደርግልን ነቢያችን ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጃአ አዕራቢዩን ኢለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ምንም የማያውቅ ሰውዬ ከገጠር መጣና ቅያማው መቼ ነው ብለዋቸው ሲጠይቃቸው ቅያማው ልነግርህ ነው ምንድነው ያዘጋጀው ለቅያማ ብሎ ሲጠይቁ ምንም አላዘጋጀውም ምንም ብዙ ዒባዳ የለኝም ኡሂቡላህ ወረሱለሁ አለ አላህን ወዳለው እርሱ መልእክተኛንም ወዶታለው ብሎ መልስ ሰጣቸው። ከዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? አልመርኡ መዐ መን አሐበ የውመል ቂያማ እኔ ስትወደኝ ከኔ ጋር ትሆናለህ ብሎ መልስ ሰጡት። ነብያችን መውደድ ግዴታ ነው። ከሳቸው ፈለክ መከተል ደግሞ ከመሐባው በኋላ የሚመጣ እሳቸውን መከተል የመሐባቸውን መግለጫ የሚሆንና በሱ መሐባችን የምንገልጽ ስንሰራ ሁሉም ስራችን የእሳቸውን ሲመስ እሳቸውን ስራ ሲመስ የእሳቸውን ትእዛዝ ሲመስ የእሳቸውን ትእዛዝ ሲሆን መሐባቸው ተረጋግጧል። ስንወጣ ስንገባ ሁሉም የእሳቸውን ፈለክ ስንከተል የእሳቸውን መሐባ ተረጋግጧል። ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ ሩህሩህ እንደሆኑ እኛም ለሳቸው ሱናቸውን ሐይ ለማድረግ መንገዳቸውን ሐይ ለማድረግ መንገዳቸውን ትክክለኛ መንገድ አድርገን ለሚመጣው ትውልድ እንድናስተላልፍ የሳቸውን መንገድ መከታተል ግዴታ ይሆንብናልና ሁሌ ሌሊት ቀን ይሁን ጨለማ በብርሃን በስናገኝ ስናጣ ስንታመም ስንድን ስናገኝ ሙሉ ሐያታችን በሳቸው ፈለክ ስናረግ ብቻ ነው መሐባቸው የሚገለጸውና የነብያችን መሐባ በጣም ከፍተኛ ቦታ ያለ መሐባ ነውና እሳቸውን ስንወዳቸው መሐባቸውን ልባችን ላይ ስናረግ የውመል ቂያማ ከሳቸው ጋር እንድንሆን ابن مسعود رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة على كانت أتقب إرسو أتقب مهون فلقاله بلو ستأيقاتشو إذن فاعني بكثرة السجود سجود سبال سود الله يمكربنا لا اللهنا لنبياتي صلى الله عليه وسلم يمتازز بوتا سلهوني كثرة السجود سجود أبزة ينين فلك مكتل أبزة በዚህ ነው የኔ ጎረቤት የምትሆነው ብሎ መልስ የሰጡትን ሰሃባው كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أبو بكر رضي الله عنه كان يقدمه على نفسه وأولاده وولده وياغنوا ሁሉም በላይ እሳቸውን ይወዳቸው ነበር። ሁሉም ነፍሱን ከሳቸው ቀድሞ ይሰጥ ነበር። የሳቸውን በረካ የሳቸውን መሐባ ለመግለጽ የማይገቡ ቦታ አልነበራቸውምና ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስተማሩን መሐባቸው ከሁሉም በላይ አርገን ሐያታችን በመሐባቸው አርገን እንድንወዳቸው የመከሩንና ያስተማሩን። ይሄን ከተከተላችሁ ደግሞ እኔ ንጹህ አስፋልት መንገድ ላይ ነው የተወካችሁ ጥሩ ነገር አይቼ ሳልመክራችሁና ሳላሳያችሁ አልተውኳችሁም መጥፎ ነገር ማግኝቼ አውቄ ለእናንተ ሳልነግር የተወኩት ነገር የለም ብሎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገለጹልን ሁሉም ነገር በሳቸው መንገድ ሁሉም ነገር በሳቸው ትእዛዝ
ሁሉም ነገር በሳቸው መሐባ ሁሉም ነገር በሳቸው ጠሪቃ እንዲሆንልን አላህ የለመን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወድና የሚከተላቸው ሰው አላህ ያደርገን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰለዋት እሳቸው ላይ ስናወርድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ስንል አላህ 10 ጊዜ እኛ ላይ የሚያወርድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስማቸውን አንስተን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳንል ብናልፍ በጣም ስስታም ሰው ነው ብሎ የገለጹልን ናቸውና በተናንሽ ነገር በምላስ ላይ ቀለል ባለ ነገር መሐባቸውን መግለጽ የምንችል ትልቅ አጅር የምናገኝ መሆናቸውን የገለጹልን ነብይ ናቸውና እሳቸውን የምንወድ የምንከተላቸው ጠሪቃቸውን ትክክለኛው ጠሪቃ ትክክለኛ ፈለካቸውን የምንከተል አላህ ያደርገን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ يأمرنا أن نصلي ونسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي إيه هل بيجمعه يمبالو قلال نجر أدلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إيه تزازو يا الله تزازنو تلك بوتا عند الله شو لمغلس ሁሉ ሰው ሲቀራ ጁምዓ ሲሰግ መጨረሻ ላይ ሁሉም ኢማሞች እነላህ ወመላኢከተሁ ይصلون على النبي يا ايها الذين امنوا የሚሉት ቃል ትልቅ ቃል ነውና እንደዚህ በምላሳችን ብቻ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለን ምናልፍ ሳይሆን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንል ሸፋዓቸውን የፈለግ ጠሪቃቸውን የተከታተል መሐባቸው በመሐባቸው ወደ አላህ ቅርበት የፈለግ ከሳቸው ሌላ ምናከብረውና ምንወደው የለም ብለን የገለጽን መሆኑን እሳቸው ላይ ሰላዋትና ሰላም ማውረድ ሁሌ ይጠበቅብናል። በተለይ ጁምዓ ቀን እሳቸው ላይ ብዙ ሰላት አብዝተን ከመቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላዋቶች ማውረድ ይጠበቅብናልና صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون